غسالة اوتوماتيك ولا غسالة فوق اوتوماتيك؟ طبعا انا كنت عامل فيديو بتفصيلي موجود على قناتي بيرد على السؤال دوت. دلوقتي هنرد على السؤال بايجاز كده في مده قصيره، بس ما تنساش قبل ما نبدا الفيديو تصلي على النبي في الكومنتات وتدوس لايك، وما تنساش تدوس على علامه الاكسبلورر عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، ده لو الفيديو عجبك. نيجي بقى نرد على السؤال سريعا. غساله فوق اوتوماتيك ولا غساله اوتوماتيك؟ الغساله الفوق اوتوماتيك هيكون فيها وصلات ميه سخن وبارد، يعني لازم تدخلي لها سخن ولازم تدخلي لها بارد، وفي بعضها ما فيش منه الا حنفيه واحده بس اللي بتدخل الميه البارده. تمام. انما الغساله الاوتوماتيك اللي هي فتحتها بتكون من قدام، بيكون فيها سخانات داخليه ودرجه النظافه بتاعتها بتكون اعلى شويه، وهي ما بتشتغلش الا بالمسحوق الاوتوماتيك بس. انما الفوق اوتوماتيك اللي بابها بيتفتح من فوق هتقدري تشغليها بمسحوق اوتوماتيك وبمسحوق عادي. فالناس اللي امكانياتها الماديه ما تسمحش ان هي على طول تغسل بمسحوق اوتوماتيك، يبقى يفضل لك الغساله الفوق اوتوماتيك. تمام. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وان شاء الله هننزل لكم ردود سريعه على كل الاسئله اللي انتم بتهتموا ان انتم تسالوها للبياع، وهنرد عليها في مجال الاجهزه الكهربائيه. واحلى مسا عليكم.